الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت رايات المشرق في أحاديث الكثير ممن يدعي المعرفة بما يجري من حوادث ومواقف قبل وأثناء ظهور الإمام المهدي عليه السلام، وقد لعبت الأقلام المأجورة وعلى مدى سنين طويلة على ترسيخ فكرة أن رايات الشرق هي رايات إيرانية حصرا وتنفي ما سواها من البلدان. ولكن القارئ اللبيب لو اطلع بتوعم على ما ورد من كلام سماحة السيد الأستاذ المحقق الصرخي الحسني تغيرت نظرته للأمور، حيث يقول سماحته في كتاب أخيار العراق ورايات المشرق المستوى العاشر: رايات المشرق بعد الاطلاع على ما سبق أصبحنا بعون الله تعالى على استعداد لتقبل الأطروحة في هذا المقام، والتي أريد بها أن تكون غريبة وبعيدة عن الأذهان، وتطبيقا للواجب الشرعي والأخلاقي والتاريخي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطبيقا لوجوب شكر المنعم، فأن ينتصروا في هذا المقام إلى المنعم والسيد والمولى والأمل الحجة بن الحسن عليه السلام، فنحن ببركته ونعمته وشفاعته عند مولاه جلت قدرته نحيا ونعيش ونتمتع وننتصر للحق ونكتب هذه السطور. وكل هذا لا يرتقي إلى أي شيء يمكن أن يصلح شكرا لعظم النعمة، ولكن ماذا يفعل العبد المقصر العاصي الجاني أمام مولاه؟ فليس عنده إلا هذا القليل الذي يرجو أن يقبل من المولى الكريم. وبعد التوكل على الله تعالى اتحدت بعدة اتجاهات. الأول، رايات المشرق وما شابهها من معاني يمكن أن يقصد بها بلاد إيران، كما يمكن أن يقصد بها بلاد أفغانستان، أو يقصد بها بلاد الباكستان أو بلاد الهند. فمثلا شعيب بن صالح الذي يقود حملات من الشرق وهو تميمي ورد عن السجاد عليه السلام، ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند. الثاني، عرفنا مما سبق أن الدجال يخرج من المشرق وأنه سيقود حملات عسكرية أو ما شابهها ليسيطر بها على كل أوجه بقاع الأرض إلا مكة والمدينة. ويشهد لهذا أولا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الدجال يخرج من بلدة يقال لها أصبهان من قرية تعرف باليهودية. ثانيا ما ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وظهور الدجال يخرج من المشرق من سجستان. الثالث، إضافة إلى الدجال أشارت الروايات إلى ظهور فتن شرقية وظهور بعض الرايات الباطلة من الشرق، وتنطبق هذه الروايات حتى على عنوان خرساني، واحتمالية الانحراف والبطلان في تلك الرايات يستفاد بالمباشرة وبالملازمة، فبعضها يذكر عنوان الفتنة، وبعضها يصف نوع القتل وشدته وعمومه وترويعه، وبعضها يشير إلى كون راية اليماني هي راية الهدى التي تدعو للإمام المعصوم عليه السلام، بخلاف راية الخرساني وراية السفياني. وبعضها يشير إلى إعلان خرساني أو جند خرساني توبتهم عندما يظهر الإمام عليه السلام. وإليك بعض ما يشير إلى تلك المعاني. أولا، عن أمير المؤمنين عليه السلام: سلون قبل أن تشغل برجلها فتنة شرقية وتشب نار بالحطب الجزل من غربي الأرض، فإذا استدار فلك قلتم مات أو هلك بأي واد سلك. ثانيا، عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. وقال عليه السلام: وتهرب جيش السفياني فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه. ثالثا، عن الإمام الباقر عليه السلام: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا إلى أن يقول: فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواهم، إلى أن يقول: وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، إلى أن يقول: فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس، إلى أن يقول: وإذا خرج اليماني فانهض إليه لأن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق المستقيم. رابعا، عن أمير المؤمنين عليه السلام: فبينما هم على ذلك إذا أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسي رهان، شعث غبر جرد، أصلاب نواطي وأغداح، إذا نظرت أحدهم الجنود، إلى أن يقول: فيقول: لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا، اللهم فإنا التائبون.
وهم الأبدال الذين وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الرابع، ورد في بعض الروايات خروج رايات من المشرق توطئ الأمر لصاحب العصر عليه السلام، وبالرغم من احتمالية أن تكون التوطئة على يد غير الصالحين إذا اقتضت الإرادة الإلهية، ذلك كما ورد في المعنى عن المعصومين عليهم السلام لينصرون هذا الدين على يد حاكم ظالم أو عالم فاسق. لكن مع هذا يقال أن الانصراف وظهور الكلام في كون التوطئة تكون على يد الصالحين ويشير لهذا المعنى.